هو مليك ايفونا فين دلوقتي؟ مليك ايفونا يا صديقي اللي بدايته الحقيقية لما جه الاهلي 2015 كان لسه صغنطوط عنده 23 سنة. جالك لعيب عنده سرعة وقوة، ومين ينساله الهدف اللي قدام الزمالك لما فسح دويدار وعلي جبر يمين وشمال. الله عليك، ساعتها الاهلي ادرك انه عنده مهاجم قوي واستثنائي، واول عرض جه للاهلي وللاعب اللاعب قالك لا، لازم اخد فرصتي بره بقى. والاهلي كمان قالك دي الفلوس حلوة اللي جاية بصراحة، ما هي 7 مليون دولار في 2017 ولا 16، حاجة كبيرة برضو، عرض ما يترفضش. وفعلا راح الدوري الصيني ولكن ما قدرش يتأقلم هناك، ومن الدوري الصيني للتركي للبرتغالي بلفة كبيرة لإيفونا، وفي الاخر نتفاجئ بانه يرجع للدوري المصري، بس المرة دي لنادي اسوان. كان ساعتها نادي اسوان لسه طالع من الدرجة التانية وقالك احنا هنبني فريق يكسر الدنيا، ولكن ايفونا لعب معاهم ماتش باين ولا 2 وبعد كده اختفى، وحتى فريق اسوان نفسه اختفى ونزل للدرجة التانية بعديها على طول. ولكن ما تقلقش عليه يا صديقي، هو دلوقتي في الدوري الجابوني بيلعب في فريق اسمه مانجا سبورت باين. بس قولي يا صديقي، تفتكر مليك ايفونا ضيع نفسه؟ قولي رأيك في التعليقات، وكالعادة ما تنساش اللايك والاشتراك. شكرا.